السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جهاز 14 برو ماكس جاي لنا عشان نبدل باغة أو تجديد شاشة أو جلاس، كل بلد حسب المصطلح بتاعها. هنا احنا فكينا الشاشة من الجهاز نفسه، وطبعا خلينا مادة 833 وخلينا حرارة عشان نفك مادة الوتر بروف، لأن الشاشة متكسرة بنسبة كبيرة جدا، والشاشة فيها نقطة سوداء بالمناسبة، ولكن شرطنا على العميل بأن النقطة السوداء دي هتتبقى مش هتروح، والعميل وافق على كده. زي ما انتم شايفين فصلنا الشاشة من الجهاز الحمد لله كده، طلعناها وهنبدأ نحطها على الهيتر. وفي الشاشة دي يا جماعة أنا هخلع الفريم، أضحي بالفريم عشان الشاشة فيها نسبة كسور جامدة، فأنا ما يهمنيش الفريم قد ما يهمني إن الشاشة تطلع سليمة. هنا بشوف الزاوية اللي تكون مناسبة إن أنا أدخل منها. وطبعا يا جماعة الزاوية طبعا دخلة السيم أو دخلة الواير هي أهم جزء في نجاح الشاشة، لأن لو دخلت سليم خلاص كده اعتبر أنا خلصت جزء كبير جدا من الشاشة. هنا زي ما انتم شايفين بدخل بزاوية وأفضل مكمل على نفس الزاوية بتاعتي لحد ما أوصل للزاوية التانية، ببدأ ألفت نفسي بالواير وأدخل بخط مستقيم لحد ما أخلص الشاشة للأخير. هنا زي ما شايفين وصلنا لحد الزاوية التانية، وهبدأ ألفت إيدي كده، لفتها ودخلت في الزاوية التانية، هبدأ أعدل إيدي بقى وأدخل وأكمل لحد الأخير. هنا سرعت الفيديو شوية عشان ما ياخدش وقت. لو تلاحظوا أنا باخد حس الجنبين يا جماعة، يعني كل جنب بركز فيه على حسب الشدة. هنا الحمد لله خلصناها لحد الآخر، وهديها بس مرة تانية سريع كده عشان الشاشة تفك من الإزاز وما يكونش الأوسي ماسك وأشد فيها كده. الحمد لله تمام. أنا هنا بخلي مادة على الأوسي بحيث إن هو يلين شوية، ولكن برفع بالدريل، وفي ناس بترفع بالدريل بدون ما تخلي مادة عادي خالص، ولكن المادة بتسهل معايا موضوع رفع الأوسي أو بتعمله لين شوية، بتلينه شوية. زي ما انتم شايفين الحمد لله هنا كده الأوسي بيتشال معايا بطريقة سهلة، وطبعا المادة هي اللي لينته شوية. الدريل بالمناسبة بيكون على 1. هنا الحمد لله تخلصنا من الأوسي كله، والشاشة نفس الحرارة بتاعتها. بنحط قطنة أو في ناس بتستخدم اسفنجة عادي مع 833 وبنشيل بواقي الأوسي وبنلمع بمادة 530 يا جماعة، دي بنستخدمها بس للتلميع السبراي. وبالنسبة للسنتر أنا بسنتر على الكاميرا، يعني أنا بسنتر على الكاميرا الفتحات بتاعتي اللي فوق السنتر، وبالنسبة لتحت بيبقى صباعين من هنا ومن هنا بحيث يبقى نفس المسافة ما بين الشاشة من هنا هي نفس هنا بالظبط، ونقطة في النص، وبديها بعد كده على مكانة الكبس. هنا بعد ما اتكبست الحمد لله فيها نقاط بابلز خفيفة جدا بنخليها بغرفة البابلز. هنا شاشتنا الحمد لله بعد ما طلعناها ما شاء الله لا قوة الا بالله، مفيش غير بس النقطة اللي هي مكان النقطة السوداء، ودي الحمد لله احنا متفقين على العميل ان هي تفضل زي ما هي، والعميل وافق على كده. ما شاء الله كده خلصنا الشاشة، وهننزل فريم جديد. هنا كده فريم جديد معايا، انا بفضل ان انا اقفل الشاشة على الهاوسنج نفسه، زي ما انتم شايفين لسه فيها التيب متيبها بحيث ان هي تيجي تكفي المصنع زي ما كانت. الحمد لله بكده خلصنا. انتظرونا في فيديو جديد وشرح جديد. معاكم ضياء المصري.